مقبلة على الزواج. رح نشوف سوا هيدا الريبورتاج الحلو مع ابتسامة كلينيك. دكتور أسامة بهبهاني، اختصاصي طب أسنان تحفظي وتجميل أسنان. أهلا وسهلا فيك. يا هلا ومرحبا أختي. دكتور شامل ما شاء الله المسمى، بدك تخبرنا عن آخر تطورات تجميل الأسنان. طبعا تجميل الأسنان حاليا في الوقت الحالي هو من انواع الطب اللي خلاص قاعد تطغي على العلاجات. يعني حتى العلاجات القديمه اللي تكون حشوات او علاجات عصب، لا حتى المريض قام من حقه انه يطلبها بشكل تجميلي بحت. يعني استخدام الحشوات البورسلان، واستخدام مواد التبييض، واستخدام قشرات السيراميك والقشرات الجديده القويه كثيره. يعني ما اتوقع اني راح اقدر اوصف لك اياها او اني اتكلم فيها في زمن قليل جدا. كل شيء له اشياء كثيره، وهذا اللي قاعد يصير. كل الاشخاص حاليا، كل الناس قاعد يسالون عن هالمواضيع هذه. البنات يعني اغلبهم والشباب هم بعد قاعد انه يتواكبون مع هالموضوع هذا، وكل يبي يجمل اسنانه ويبي يبيضها. دكتور، كونك المدير التنفيذي لابتسامة كلينيك، بدك تخبرنا شو تعليقك عن هلأ الجيل كله صار معروف انه حتى يكملوا الجمال لازم يجملوا الأسنان. فكيف تعليقك؟ هل هو صحيح هيدا الإقبال الكبير أو انه هو في، يعني بدك تخبرنا عن مسيرتك إن كونك المدير التنفيذي للعيادة. الله يسلمك. احنا وقت ما فكرنا ان بنفتح العياده، فكرناها ان العياده تكون شامله جميع التخصصات، من تجميل، من الجنرال دنتستري اللي يصير، بلس الجراحه، بلس الزراعه، بلس التقويم. والتقويم هذا رقم واحد في بسوق عالم الاسنان. يعني زين، طبعا كل مريض والثاني واحد يسال ابي تقويم. حتى اللي اسنانهم حلوه هم بعد يبي يجملونها اكثر بالتقويم. يقول ما ابي انا مثلا هالفراغ هذا، ابي اسكره مع انه يكون صغير، بس لا، في اقبال جدا التقويم والتجميل والقشرات السيراميك والحشوات. بدك تخبرنا على القشرات والحشوات هيدي شوي، تفرق لنا بينهم. الحشوه تكون دايركت نحطها، يعني الدكتور هو اللي يضعها يصنعها داخل فم المريض. القشرات لا، نسحب مقاس حق المريض ونودي المختبر ونختار اللون والشكل وطول السن والثكنس مال الفينير نفسه، ونقول حق المختبر انه يخلصه ويجيبه. حاليا في ابتسامة كلينيك في عندنا جهاز كمبيوتر متطور جدا، ممكن يخلص التركيبات بالقشرات خلال ساعة واحدة بدون لا مقاس ولا شيء. كل شيء اوبتيكال ديجيتال، كاميرات رقمية تدش داخل الفم، تسوي سكان كامل على الفم. حلوة كثير، يعني وايد حلوة، سهلتوا مسيرة كثير، سهلنا حق هالشغلات. يعني خلال ساعة ويعطينا ضرس من أروع ما يمكن ونتيجة رائعة. والجهاز يعني معروف جدا في عالم الأسنان المتطور. المواد اللي بتصنع منها القشرة
هيدي المواد اخر ما توصلتوا لها دكتور كثير صحيه على الاسنان، على اللثه، على تركيبها، على الحركه، يعني مده الوقت والعمر، يعني خبرنا انه هي سهلات على كل قاعدة تصير الحين تطور المواد، مو بس قاعد نشوفها بالتكنولوجيا والموبايلات، لا الأسنان كل يوم عن يوم قاعد تنزل قشرات جديدة. حاليا مثلا في عندنا أنواع، يعني حتى الحشوات التجميلية العادية في عندنا عدة أنواع في أسنان، حق الأسنان الخلفية وحق الأسنان الأمامية التجميلية بحتة تكون، أو الأسنان الخلفية حتى تدوم كثير، أول ما كانت تدوم كثير طبعا. بس الشغله الضخمه اللي قاعد تصير في قشرات الاسنان، في انواع قشرات الاسنان حاليا، قشره سيراميك لا تتعدى 0.2 من المليمتر ممكن تتحمل ضغط هائل، لا تنكسر ولا شيء، ونحطها واحنا مطمئنين ان المريض ممكن ياكل اي شيء من غير ما تنكسر. رقيقة 0.2 من الملي، وحاليا موجودة في ابتسامة كلينيك. دكتور بدنا نسأل على موضوع المتابعة مع المريض أو المرأة، أو يعني اللي بتعمل تجميل. بدي اسمع تعليقك عن المتابعة، شو أهميتها يعني؟ أي نعم، للأسف أكو ناس مثلا يجون يدفعون مبالغ هائلة بسبيل أنه يصنعون أسنانهم ويسوونها وتطلع حلوة، بس للأسف ما يهتمون بالتنظيف والمتابعة الدورية اللي إحنا بننصح فيها بكل 6 أشهر مثلا، أو استخدام خيط الأسنان اللي مهم جدا بهالموضوع هذا. فلازم ضروري إن الواحد، إن المريض وقت ما يخلص من علاجه إنه يرجع بعد 3 أشهر في البداية، بعدها بكل 6 أشهر لغاية ما ينتظم الوضع عنده كلش، نتأكد 100% إنه ما في أي مشكلة ممكن إن المريض يواجهها. هذا نوع هم بعد من يعني الحماية طويلة الأمد، هذا نسميها، تطول من عمر الأسنان الموجودة والقشرات الموجودة كذلك.